لو انت بتدور على مسلسل تتفرج عليه في الشتاء، في الايام الجايه، في الايام اللي انت قاعد فيها لوحدك في البيت مع العيله ومش لاقي مسلسل، انا دلوقتي هقول لك عن افضل 10 مسلسلات انا شخصيا شفتهم في حياتي. لو انت عايز تعرفهم كمل الفيديو معايا. Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. رقم واحد مسلسل جيم اوف ثرون. طبعا غني عن التعريف للناس اللي شافته، والناس اللي ما شافتهوش انا هعرف لكم عن طريق نبذه كده بسيطه عنه. المسلسل ده بيتكون من 8 مواسم، كل موسم بيتكون من 6 أو 7 حلقات يعني على حسب الموسم. المسلسل ده من كتابة الكاتب المشهور جدا اللي عامل كتب كتير جدا من نفس السلسلة بتاعت جليد والنار، هو جورج مارتن. المسلسل ده بيحكي عن قصة بين صراع بين عائلات كبيرة جدا في قارة ويستروس عشان خاطر عرش حديدي واحد فقط، هو حاكم كل القارة. فبيكون في النايت كينج بقى اللي هو جيش من الزومبي ويحكمه القائد يعني حوار. لو انت بتحب المسلسلات اللي هي من النوع ده اللي هو الفانتازيا والحروب والصراعات بين العائلات والخيانة والغدر والحاجات دي كلها، يبقى مسلسل جيم اوف ثرون. تقييمه 9.5/10. المسلسل التاني شخصيا ليا انا هو مسلسل فايكنج. طبعا لو انت تسمع عن الفايكنج زمان كانوا موجودين، وفتوحات الفايكنج وصراعات الفايكنج في القارات واكتشافهم لاوروبا. الفايكنج دول كانوا بيعتمدوا في الصراعات والحروب بتاعتهم على السيوف والاسلحه اللي هي اليدويه، اللي هو الرمح والسهم والقوس والحاجات دي كلها. كانوا بيتميزوا بالقوه. فالمسلسل ده عباره عن 6 اجزاء، هيحكي لك عن قصه راجنر روسبروك وعن اولاده وعن الصراعات والحروب اللي هو دخلها وعن باريس اللي هو اصلا ما عرفش يدخلها. وهتعيش في المسلسل ده كده اجواء يعني لذيذه كده، اجواء انت هتحس ان انت عايز تبقى منهم الناس دي. ده مسلسل فايكنج وتقييمه 9.2/10 بالنسبه لي انا، بيتكون من 6 مواسم. لو انت بتحب المسلسلات من نوع الحروب فهيكون دوت تاني مسلسل بعد جيم اوف ثرون. نيجي للمسلسل رقم 3 وهو ذا ووكينج ديد. بس كده خلاص. مسلسل ذا ووكينج ديد دوت يعني من افضل المسلسلات اللي انا شفتها في حياتي، يمكن اكتر من جيم اوف ثرون واكتر من فايكنج كمان. لسبب ان المسلسل ده كده يعني فيه بيخليك تتشد للابطال بتوع المسلسل، وهم كتير بصراحه يعني، بس انت بتتشد لهم وتحس ان هم منك يعني. مش عارف اقول لك بصراحه يعني، هو تحس ان هم اهلك كده، اللي هو حاجه حلوه. هتزعل طبعا جدا على اللي بيموت. انا مش عايز اقول لك مين اللي بيموت، بس انا هتزعل يعني في المشاعر دي وكل حاجه. هتشوف بقى طبعا تطور في الشخصيات، يعني من شخصيه كانت ضعيفه بقت قويه، مع الوقت بقت اقوى. هتشوف ازاي ان صراع البشر على طريق النجاه يعني اصعب من انك تحارب زومبي. انت متخيل الفكره ولا مش متخيل الفكره؟ هتلاقي الموضوع صعب، اللي انت اصلا ما بقتش خايف من زومبي اكتر ما انت خايف من بشر، لان البشر تبقى عايز تستولى عليك وعلى اكلك وعلى شربك وعلى هدومك ومسكنك. تفضل طول المسلسل بتدور على مأوى يلمك انت والقبيله بتاعتك. لو انت بتحب صراع البقاء والنجاه وبالذات الزومبي، فيبقى ذا ووكينج ديد ده يعني افضل مسلسل تتفرج عليه في حياتك لو انت بتحب الحاجات دي. تقييمه 8.5. عدد المواسم بتاعته 11 موسم مستمرين لحد دلوقتي، يعني لحد 2022 هيكون نهاية المسلسل إلى الأبد. بطل المسلسل هو ريك جرايمز حبيبي ده. نيجي للمسلسل رقم 4. مسلسل رقم 4 ده بقى هو بيكي بلندر، توم الشلبي. عن عائلة بيكي بلندر، هو القائد بتاعهم. طبعا بقى ارثر اخوه يعني انا بركز لك على ارثر بس كده عشان هو ايه الجامد اللي فيهم، وبعد تومي. المسلسل ده بيتكون من 6 مواسم، لسه الموسم السادس هينزل السنه دي في اخرها 2021 او 2022 في اولها على ما اعتقد، يعني مش متاكد او المعلومه دي. المسلسل ده بيحكي عن عصابات في انجلترا، وكانت الاشهر فيهم هي عصابه البيكي بلندر. طبعا كل الناس عارفينها في العالم بيكي بلندر، عن طريق يستولوا بقى على اماكن وياخدوا حاجات بالعافيه، وفي بقى صفقات بينهم كده، اسلحه بقى، اي حاجه في العصابات هتلاقيها في المسلسل بيكي بلندر ده. هو مسلسل بصراحه مش هتمل منه من كتر التشويق اللي فيه والاحداث السريعه بتاعته، وهتحس نفسك كده ملك، اللي هو برنس كده اللي هو قاعد ماسك. بس خلاص. مسلسل رقم 5. لو انت بتحب السجون
والحياه جوه السجن، وان في ناس تهرب من السجن، والحكايه بتاعت المساجين والحاجات دي كلها. فارشح لك مسلسل بريزون بريك. مسلسل بريزون بريك دوت بيتكون من 5 اجزاء، كل جزء فيهم في سجن مختلف وقصه هروب مختلفه. انت متخيل ان مهما يحطوك في سجن هتهرب منه انت واخوك، وبرضه لو في ناس تانية معاك هتهرب. يعني مسلسل جميل كده، مسلسل يعني ممكن كل موسم تكون 20 حلقه 22 حلقه، بس حقيقي انت ممكن تقعد على 22 حلقه دول تخلصهم في اليوم، مش هتمل والله. تلاقي هروب، وتلاقي بقى ايه في السجن حوارات، وفي اثاره، وممكن تلاقي مثلا هيتقفشوا فلا ما يتقفشوش، حاجه تخرجهم كده. فبجد بجد افضل مسلسل هيكون فيه اثاره كل حلقه اكتر من اللي قبلها، وكل سيزون اكتر من اللي قبله، هو بريزون بريك. 5 مواسم كده، بص خرافه، حاجه خرافه. لو انت بتحب السجون والحاجات دي كلها الجميله دي فبتتفرج عليه ممكن تتعلم، بعد الشر طبعا عنك. المسلسل رقم 6، لو انت بتحب الحروب اللي هي جيش الحرب العالميه هيبقى المسلسل ده مسلسل باند اوف براذر. المسلسل ده من موسم واحد بس، وتقييمه 9.5/10. متخيل؟ مسلسل بيحكي عن الحرب العالمية التانية والحروب بتاعت الحرب العالمية التانية، بيركز على بعض الجنود، وبيركز بقى على ايه اللي هم الحروب بقى بين الجيوش وبعضها بقى وكده فاهم انت اللي انا بعملها دي يعني مسلسل يعني كده هياخدك في دوامة كده 10 حلقات، كل حلقة تعتبر فيلم لوحدها اصلا، يعني من حلاوتها الحلقة ساعة، كل حلقة تعتبر فيلم، بتاخدك في جزء معين في الحرب العالمية التانية اللي طبعا مشهورة، واللي يا رب ما يقوم حروب تانية يا رب بعدها. رقم 7 مسلسل كاسا دي بابل. كاسا دي بابل المسلسل ده لو انت بتحب الهروب والشغل الجرايم اللي هي بتسرق بنك وكده، فده يبقى افضل مسلسل ليك، ومسلسل سريع جدا جدا ومسلي جدا 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 جدا. المسلسل ده بيحكي عن بروفيسور جمع بعض المجرمين اللي كان عليهم قواضي وكانوا بيهربوا من البوليس، فجمعهم عشان يسرقوا بنوك. فسرقوا بنك، تعرضوا بقى لبعض المشاعر الصعبة والمواقف الصعبة اللي هتعدي عليهم، وبرضه في مواقف تبسط، مواقف حلوة كده وحاجات هتخليك مبسوط تقول يا ريتني من ضمن العصابة دي. لكن مع الوقت كده هتلاقي نفسك بتقل في المسلسل ده بسبب الهبل اللي بيحصل في المواسم التانية والمواسم الجديدة دي. بس انا برشح لك المسلسل ده لو انت بتحب النوع ده من السرقه او من النوع بتاع البنوك، وانك تبقى بتتحدى الحكومه بتاعت الدوله كلها. هو مسلسل اسباني اصلا، فلو انت بتحب التحديات مع الحكومه وانك تسرق بنك، اكيد طبعا عارفك ما تسرقش بنك، المسلسل ده يبقى افضل مسلسل ليك من الناحيه دي. وبالنسبه لي ده رقم 7 في القائمه بتاعتي. رقم 8 هو مسلسل سترينجر سينجز. سترينجر سينجز دوت هو مسلسل يعني اطفالي على رعب، على شبابي، على عائلاتي، على لوحداتي. المسلسل ده بيتكون من 3 مواسم، كل موسم فيه وحش، قصة، وحش، قصة، وحش، قصة، وهم الأطفال. أحلى حاجة في الأطفال دي الكاست بتاعهم كله في ال3 مواسم، وتمثيل الأطفال دي حاجة خرافة خرافة خرافة. يعني بيتكلم عن إن في بنت بيعملوا تجربة عليها، فالبنت دي هربت من التجربة دي زمان، فعندها قوة خارقة مش عند حد، بوابات زمنية بتتفتح بتخرج وحوش، فتبدأ بقى الوحوش تنتشر في قرية صغيرة كده. فالقرية الصغيرة دي فيها البنت دي وفيها الأطفال اللي هم أبطال المسلسل دول، وفي ضابط هو يعني المشرف بتاع القرية دي. فبيحصل بقى صراعات بين الوحوش بقى، والبنت تنقذ القرية وتتصاحب على الأطفال دول، ويبقوا هم أبطال القرية كلها. وكل موسم بتزيد الحماس أكتر، والشباب دي بتكبر، الأطفال دي بتكبر كل جزء، والصراعات الأكبر بتزيد، والمشاعر بتاعتهم بتزيد، وفي حاجات كتير جدا بتزيد في المسلسل ده كده من حماس ومن إثارة. ولما انت من عشاق الرعب وفي نفس الوقت شبابي وأطفال وعائلة وتحس ان انت يعني لو ابنك هتفرجوا على المسلسل ده، انا لو عندي ابن والله هفرجوا على المسلسل ده. سترينجر سينجز ده مسلسل جميل جدا. نيجي للمسلسل رقم 9. مسلسل رقم 9 هو مسلسل ذا بانشر. مسلسل ذا بانشر دوت بيحكي عن واحد اسمه فرانك كاسون، جت عصابة زمان قتلت مراته وقتلت عياله، فهو بقى عايز يعرف مين اللي ورا العصابة دي عشان ينتقم منهم. فبدأ طول المسلسل بقى يعني في يقتل في ناس ويروح لناس ويعرف مين اللي بيخدعه ومين اللي كان صاحبه اصلا هو العدو وعدو صاحبه، والدنيا داخله في بعضها. فمسلسل
مسلسل حلو من ناحيه الانتقام. لو انت بتحب الانتقام فهو المسلسل ده هيبقى افضل مسلسل ليك من ناحيه الانتقام. هو ذا بانشر، بطولة العالمي جون بيرسونال. اللي اتفرج على ذا ووكينج ديد هيحب ذا بانشر جدا 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 بسبب البطل بتاعه، لان انت هتشوف فيه قوه. ممكن يبقى لك 15 20 واحد كده هندي. هو مسلسل عادي يعني اجنبي بس مش هندي ولا حاجه. لو انت بتحب المسلسلات اللي هي من نوع الانتقام، اللي بتنتقم لعيلتك ولاسرتك وتنتقم لو حد يزعلك، فالمسلسل ده حلو. مكون من موسمين. الموسم الاول ملوش دعوه بالموسم التاني ابدا. الموسم الاول بينتقم لعيلته، والموسم الجديد بيساعد بنت يهربها من الناس بقى ويضرب ناس عشان عايزين يخطفوا البنت دي وعايزين ياخدوا منها معلومات سريه جامده جدا. فيعني هتلاقي حاجه حلوه برضه المسلسل ده. اخر مسلسل هو مستر روبوت، بطولة المصري أو صاحب الجنسية المصرية رامي مالك. المسلسل ده أنت لما تتفرج عليه هتقعد أصلا فترة كده طويلة عامل كده. هتفضل عامل كده حرفيا. هو مسلسل بيحكي عن الهاكر وبعض الهاكرات في أمريكا وعمليات السرقة في أمريكا اللي هي بتتم عن طريق الهاكرز الأمريكيين. ومسلسل اصلا متجه للجانب النفسي اكتر، يعني انت هتتفرج عليه يجيلك اكتئاب، بس مش معنى كده ان انت ما بتتفرجش عليه، لا ده عظمه. يعني مسلسل عظمه كده، يعني سوداوي وحلو وفي مشاعر، ومسلسل كده حلو. يعني ممكن انت تبقى عايز تخش في جو كده لوحدك كده تنعزل عن العالم، فيكون المسلسل ده افضل مسلسل ليك لو انت بتحب الانعزال عن العالم او بتقرر تنعزل عن العالم، او لو بتحب الهاكر انك عايز تبقى هاكر. فانت كده مش هتستفاد حاجه من المسلسل غير انت بتتفرج عليه بس يعني. لكن هو مسلسل تحفه بصراحه. رامي مالك ادى فيه دور عظمه وخد الاوسكار في المسلسل ده بسبب دوره اللي كان طالع فيه سوداوي جدا 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 جدا. فلو انت بتحب النوع ده من المسلسلات فمستر روبوت افضل مسلسل ليك. 4 مواسم لسه خلصان 2020 فتره الكورونا بس كده. في الاخر دي كانت افضل 10 مسلسلات انا شفتها في حياتي. ف براحتكم، دي من وجهة نظري انا، عادي يعني انت عندك وجهة نظر تانية، دي وجهة نظري انا يعني. بس واشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.